أهلا بكم في برنامجكم مايلستون، وكالعادة معانا شخصية متميزة وهو للمرة الثالثة يكسب في البرلمان الكندي مستر شريف سبعاوي. ألف مبروك إن حضرتك كسبت في البروفنشال وأصبحت ممبر أوف برلمان للمرة الثالثة. الله يبارك فيكي، ميرسي خالص يا نور. حابين نعرف بقى من حضرتك دلوقتي هل طبعا لان في ناس كتير جدا ما عندهاش فيدباك عن البوليتيشن، الحياه البوليتيشن اون جنرال هنا في كندا، بس حابين نعرف دلوقتي الماجوريتي لمين في البروفنشال، كونسرفاتيف ولا ليبرال؟ لا، احنا خدنا ماجوريتي، داكفورد خد ماجوريتي ب 80 سيت من اصل 124. واو، اتس اميزنج. طيب ممكن حضرتك بقى تدينا بريف برضه عن البلان لحزب الكونسرفاتيف، لان احنا شايفين ان في هجوم كبير جدا على الحزب الليبرالي، وخاصه بعد ما رئيس الوزراء جاستن ترودو قدم استقالته. طبعا هو احنا عندنا جزء كبير كان مهم ان البراند الليبرال نفسها is hurt. يعني اللي بيعملوه الليبرال فيدرالي اثر على الناس في التصويت للليبرال بروفينشالي. الناس خلاص ما عادتش عايزه ليبرال، او حاسه ان الليبرالز ما عادش متماشي مع تطلعاتهم ومع احلامهم. فده ساعدنا كتير في انتخاباتنا. وطبعا البلاتفورم بتاعنا داكفورد هو الليدر الوحيد، هو رئيس وزراء بروفنس الوحيد في كندا اللي وقف ضد ترامب وتصريحاته وقال احنا هنتعامل مع الموقف بندية، واحنا هنفرض ضرائب وسيربلس على كل المنتجات الكندية اللي رايحة امريكا لو انتوا عملتوا علينا تعريفات. طبعا الناس مش قادرة تستوعب ليه المشكلة بتاعت التعريفات دي كبيرة. المشكلة بتاعت التعريفات دي كبيرة جدا 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 لما نعرف ان احنا كندا اونتاريو الشريك التجاري نمرة 3 للستيتس في ترتيب الشركاء التجاريين. يعني بعد تشاينا الهند اونتاريو. واو. فانت حضرتك احنا عندنا 550 ل 200 ل 600 بليون دولار تجارة مع الستيتس، يعني almost 1.65 to 2 billion dollars a day. واو. a day. يعني كل يوم في 2 بليون دولار بيروحوا او يجوا من الستيت بالنسبه لاونتاريو. يعني القرار ده هيأثر كتير جدا طبعا على الاقتصاد الكندي والامريكي. اكيد طبعا. يعني حضرتك احنا اونتاريو بتصدر ل او كندا، يمكن الرقم ده انا مش فاكر اذا كان كندا اونتاريو، احنا بنصدر مثلا مليون عربيه للستيتس كل سنه، مليون. فانت تخيلي لما العربيه دي تعلى التعريفه بتاعتها 25%. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان العربيه المتصنعه عندنا هنا مش هتبقى كومبتيتيف في السعر مع العربيه المتصنعه في امريكا. في امريكا فبالتالي ما حدش هياخد من عندنا هنا. فبالتالي اللي هيحصل ايه؟ المصنع هياخد بعضه ويطلع يعمل مصنع في امريكا. يبقى احنا خسرنا الجوبس. واحنا عندنا اوريدي في حوالي 2000 عامل دلوقتي في سيلانتس. عشان هي وقفت الانتاج مؤقتا لما يعرفوا في تعريفه ولا لا. في حوالي 2000 عامل دلوقتي في تمبري ليف. لي اوف. يعني ممكن يبقوا بكره لي اوف، خلاص مش هنرجع نصنع تاني. والمصنع الثالث والرابع والخامس احنا ممكن نخسر up to 500,000 جوبز بسبب التعريفات. اونتاريو، انا بتكلم برضه على اونتاريو، ما بتكلمش على كندا، بتكلم على اونتاريو. فعشان كده الموقف بالنسبه لنا لا، يعني احنا الموقف بالنسبه لنا مساله حياه وموت. طبعا هو مش بالنسبه لنا احنا بس، اعتقد بالنسبه لامريكا كمان، يعني هم هيخسروا كتير، لان احنا لما نفرض عليهم نفس الحوار يعني الموضوع هيكون من الجهتين. بالظبط كده، بالظبط كده. وده طبعا يعني هو ده اللي مخلي، او انا في وجهه نظري يعني طبعا ده اللي مخلي ترامب كل شويه ياجل. طب نديها شهر كمان، طب نديهم شهر كمان، لان هو بيبحث مع هو بيحاول يهدد الادفايزرز بتوعه. يعني طب لو عملناها هيحصل، يقول لا 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 كده اللمبر سعره هيطلع، الستيل سعره هيطلع، الالومنيوم سعره هيطلع، البيوت سعره هيطلع، البترول مش عارف ايه، داكفورد طلع القطع الكهرباء. طب في عندنا 3 ولايات هيطفى النور عليهم. طب يعني فهو يعني ابتدى يحس ان في مقاومه. احنا مش ناويين ناخد الموضوع ببساطه. يعني ايه رأي حضرتك في النهارده في البيزنس ميشن اللي ما بين مصر وكندا وبحضور حضرتك معاه؟ very timely. يعني دلوقتي كندا فجأة صحيت الصبح لا اخويا ما طلعش اخويا. يعني اخويا امريكا يعني
ما اتبرت مننا الدي ان ايه طلع ايوه انتوا حبايبنا بس ما انتش اخويا. لازم تفتح ماركت لبلاد فانت جديدة بقى لازم تبدا تفكر كل واحد يشوف مصلحه نفسه بقى. اكيد. فكله يقول يلا نفسي. فاحنا دلوقتي ككندا we have to figure out ان احنا يعني اتس ويك اب كول. احنا ما ينفعش نعتمد على ان امريكا هي الشريك الوحيد صح لينا، سواء بقى في تصنيع، في مواد خام، في تكنولوجي، في اي حاجه. لان هم انا معتقد ان امريكا معتمده بشكل قوي جدا على كندا من غير ما ياخدوا بالهم، صح، من غير ما يحسوا. يعني انا اقول لك على اكزامبل. اما كنت بشتغل في سيسكو بروح سيليكون فالي، سان هوزي، الهيد اوفيس بتاعنا. 40% من الانجينيرنج فورس هناك كنديين. اوكي. مهندسين كنديين جالهم اوفرز وراحوا نقلوا كاليفورنيا عشان يشتغلوا، لان هم ما عندهمش كفايه. فيا اما بيجيبوا من كندا، يا اما بيجيبوا من الهند، اوكي، اما بيجيبوا من دول تانية علشان يجيبوا من الصين مثلا، يجيبوا مهندسين. فكندا بتسبلاي بيست كواليتي يعني انجينيرز و كلوزست. ما بيكلفهمش حاجه، ذا سيم كلتشر، انجلش، كل حاجه. يعني هو بياخد مهندس جاهز ومتعلم جاهز، ما دفعش فيه هو حاجه وقريب. صح. فهم مش حاسين ان الموضوع ده فاد تكنولوجي كومبانيز الامريكيه والسيليكون فالي دي، سواء بقى سيسكو او غيرها. اوكي. ميرسي كتير مستر شريف سبعاوي، الكلام مع حضرتك ما بيخلص، وبجد مبسوطه جدا بوجود حضرتك معانا النهارده في مونريال، والفيو اللي ورانا الجميل من اكبر الكاتدرائيه ديت موجوده في مونريال تقريبا. فبجد we are so proud of you بجد for being the MP للمره الثالثه في كندا. Thank you very much.